أيها المسلمون، منهج التغيير في القرآن والسنة سلسلة علمية منهجية دعوية نقدم من خلالها الخطوات العملية لكل راغب في التغيير الحقيقي المنشود في هذا المجتمع. فنحن نعلم علم اليقين أن التغيير لم ولن يقع أبدا إلا إذا غير الناس من أنفسهم، إلا إذا غير الناس من أحوالهم، من طباعهم، إلا إذا غير الناس من أخلاقهم، استنادا إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير الحقيقي أيها الأحبة كما قلنا قبل ذلك يبدأ من الإنسان نفسه، والإنسان لا يتغير إلا إذا تغير فيه قلبه. فتغيير الإنسان موقوف على تغيير القلوب بتطهيرها، وتغيير النفوس بتزكيتها، وتغيير السلوك بتحسينها، وتغيير الأخلاق بتقويمها. إذا استطعنا أن نغير هذه المحاور الأربعة من أنفسنا استطعنا أن نجد إنسانا جديدا يمشي بيننا على الأرض في هذا المجتمع. وقلت أن الخطوة العملية الأولى في جانب التغيير هي أن يبدأ الإنسان بتغيير قلبه. وتحدثنا في اللقاءات الماضية عن تفصيلات كثيرة عن القلب، وهذه هي الخطوة الثالثة في علاج أمراض القلوب التي نحاول من خلالها شفاء هذه القلوب وتطبيب هذه القلوب حتى تعرف عن ربها وحتى تعرف عن نبيها، لتلتزم بعد ذلك بهذا المنهج النبوي وبهذا المنهج الرباني. وكنت قد تكلمت في اللقاء الماضي عن منهج الخوف من الله جل في علاه، واسمحوا لي أن أواصل الحديث في هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع إذا تمكن من قلب العبد استطاع هذا الأمر أو هذا المنهج أو هذا العلاج أن يحرق مواضع الشهوة من القلب، أي الشهوة المحرمة. واستطاع صاحب القلب إذا ما تمكن هذا الدواء من قلبه أن يطلق بعد ذلك الدنيا طلاقا ثلاثا لا رجعة فيه. الخوف من الله كما قلت أيها الأحبة معناه هو حركة القلب واضطرابه عند ذكر أو سماع أو رؤية من يخافه العبد أو يخشى عقابه. القلب يتحرك عند سماع من يخافه الإنسان، أو عند رؤية أو تذكر من يخشى الإنسان بطشه وعقابه. هذا هو معنى الخوف. وقال العلماء: إن الخوف من الله فرض لازم، فمن لا يخاف الله فهو آثم. ذلك أن الله جل وعلا قد أمر عباده أن يخافوه وأن يخشوه. قال سبحانه: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال سبحانه: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: وإياي فارهبون. فالخوف من الله سبحانه وتعالى فرض لازم على كل الخلائق، فمن لا يخاف الله سبحانه فهو آثم. ثم اعلم أيها الحبيب أن الخوف درجات، وأن الخوف مراتب. وتدبر معي هذه الكلمات بدقة. فالخوف درجات وأنواع ومنازل ومراتب. ما أنواع الخوف أو ما مراتب الخوف؟ الخوف الأول هو الخوف الناقص، ثم الخوف المطلوب، ثم الخوف المحمود، ثم الخوف المذموم. ما الفارق بين هذه المراتب الأربعة؟ الخوف الناقص هو أن يكون في قلب العبد قدرا من الخوف لا يردعه هذا الخوف عن ارتكاب ما حرم الله، ولا يدفعه هذا الخوف الناقص على الإتيان بما فرض الله سبحانه وتعالى. فهو خوف قليل لا ينتفع صاحبه بشيء منه أبدا، لأن الخوف غايته وهدفه أن يحض الإنسان على فعل ما أمر الله
وأن يمنع الإنسان عن ارتكاب ما حرم الله. هذه هي غاية الخوف. فالخوف وسيلة لها غاية محددة، هي أن يقف العبد عند حدود الله جل في علاه. فالخوف الناقص هو الذي لا يبلغ صاحبه ولا يدفع صاحبه على فعل الطاعة والفرائض، ولا يمنع صاحبه من ارتكاب المحرمات. هذا النوع الأول. ثم الخوف المطلوب، وهو القدر الذي يوجد في قلب الإنسان فيحضه ويمنعه عن ارتكاب الجرائم والمحرمات والكبائر، ويدفعه إلى فعل الفرائض. هذا هو القدر المطلوب الذي نحتاجه في قلب كل عبد وفي قلب كل مسلم. ثم الخوف المحمود، وهو أن يزيد الخوف في قلب هذا العبد حتى يمنعه الخوف لا عن الكبائر وفقط، بل عن دقائق المحرمات والمكروهات. فصاحب الخوف المحمود لا يستهين بصغيرة ولا يستهزئ بذنب ولا يستقل بمعصية ولو كانت ضئيلة. فصاحب الخوف المحمود هو الذي زاد الخوف في قلبه عن القدر المطلوب، فمنعه عن ارتكاب المحرمات والمكروهات، ودفعه إلى فعل الواجبات والمستحبات والمندوبات. ثم الخوف المذموم. والخوف المذموم أيها الأحبة هو أن يزيد الخوف في قلب العبد على هذا الخوف المحمود، فيدفع صاحبه إلى اليأس والقنوط والعجز، فيترك العبد العمل بحجة أنه لا فائدة ولا مناص من عذاب الله ولا نجاة من عذاب الله. هذا الخوف الزائد المذموم هو الذي يشعر صاحبه أن الخوف سيصل إليه حتما، أن العقاب وأن العذاب سيقع عليه حتما، فيدفع صاحبه إلى اليأس والقنوط. وهذا خوف مذموم لا يرتضيه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ أن باب الرحمة واسع، وإذ أن باب التوبة مفتوح لا يغلق إلى قيام الساعة أو إلى قرب ظهور علامات الساعة الكبرى. هذه هي أنواع الخوف ومراتبه. فالخوف أيها الأحبة له معان كثيرة وله مراتب كما سمعتها الآن، لكن اعلم أيها الحبيب أن الخوف إذا زال من قلب العبد خرب هذا القلب. إذا زال الخوف عن القدر المطلوب، أو إذا زال الخوف المطلوب عن القلوب، خربت هذه القلوب. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من خاف الله دله الخوف على كل خير، وكل قلب ليس فيه خوف من الله فهو خراب. قال ذو النون المصري الزاهد الورع رحمه الله: والناس على الطريق، أي على طريق الخير والفلاح، ما لم يزل الخوف من قلوبهم، فإن زال الخوف من قلوبهم ضل الناس طريقهم. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: واعلم أن الخوف صوت الله بالطاء وليس بالتاء، صوت الله يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم به والعمل لأجله حتى يرتقوا إلى مراتب القرب من الله. فالخوف صوت الله سبحانه وتعالى يرد به الشاردين عن منهجه ويقوم به المعوجين عن طاعته سبحانه وتعالى. صوت الله الذي يعذب به سبحانه وتعالى العباد الذين شردوا عن منهجه، صوت الله الذي يرد به الله جل وعلا هؤلاء المعوجين عن منهجه وطاعته. فالخوف أيها الأحبة إذا حل بالقلب حل معه كل خير، وإذا زال من القلب زال معه كل خير.
والخوف كما قلت أنه قرين الإيمان، فإذا وجد الإيمان وجد الخوف، وإذا زال الإيمان من القلب زال الخوف من القلب. ثم ماذا؟ بعد هذه التقدمة السريعة الواضحة لابد وأن تعلم أن للخوف أنواع، وأن للخوف معاني. فخوفك من الله سبحانه وتعالى، أو خوفك من عدم قبول العمل خوف من الله، خوفك من سوء الخاتمة خوف من الله، خوفك من النار يوم القيامة خوف من الله، خوفك من عرصات القيامة وأهوالها خوف من الله، خوفك من نظر الإله إليك خوف من الله. فالخوف أيها الأحبة عبادة من العبادات، ومنزلة من أجل المنازل التي يتقرب بها العباد إلى ربهم. فالخوف هو عبادة الملائكة المقربين، ملائكة الرحمن الذين لا يعصون الله طرفة عين، يخافون الله جل وعلا. قال سبحانه كما في سورة النحل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة التي لا تعصي الله طرفة عين تخاف الله جل وعلا ومن فوقها، تخاف عقاب الله وتخاف عذاب الله سبحانه وتعالى. بل جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه وأبو داود في السنن فيما مفاده أن الله جل وعلا إذا تكلم بالكلمة من أوامره في السماء، الله جل وعلا إذا تكلم بكلمة من أوامره في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خوفا وإذعانا وخضعانا لأمر الله جل في علاه، ثم أحدثت صوتا عظيما، صوتا رهيبا مهيبا، ثم يغشاها الملائكة، ثم يغشاهم الخوف والفزع، ثم يغشاهم من الخوف والفزع ما يغشاهم حتى لا يستطيعوا الكلام. ثم إذا فزع عن قلوبهم واستطاعوا الكلام بعد ذلك قالت الملائكة بعضها لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. الملائكة التي لا تعصي الله طرفة عين تخشى عقاب الله وتخاف من بطش الله، فحري بمن كانت الغفلة منهجه، حري بمن يقع في الذنوب ليل نهار، حري بمن يعصي الله كل طرفة عين أن يخشى عقاب الله وأن يحذر بطش الله سبحانه وتعالى. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. الله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، الله سبحانه وتعالى ذو العزة والكمال والجلال. الملائكة التي اختصت بعبادة الله سبحانه تخاف الله، بل إن الخوف من الله سبحانه هو حال الأنبياء والمرسلين. إذا كان الخوف هو حال الملائكة المقربين، فإن الخوف من الله سبحانه هو حال الأنبياء والمرسلين، لأن الأنبياء هم أعلم الخلق بربهم سبحانه وتعالى، وعلى قدر المعرفة بالله يكون الخوف منه. وهذا هو سيد العارفين بالله، سيد الخائفين من الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر يوما ويقول لأصحابه، يمجد الرب نفسه ويقول: أنا الله، أنا الملك، أنا المتكبر، أنا الجبار، أنا العزيز، أنا الكريم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يمسك أو يقبض الله جل وعلا سماواته وأرضه بيمينه، ويقبض النبي صلى الله عليه وسلم على يده ويبسطها، ويقول الله جل وعلا: أنا الجبار، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟
فالعظمة والجبروت لله جل في علاه وحده. النبي صلى الله عليه وسلم الذي امتلئ قلبه خوفا من ربه سبحانه وتعالى، الذي ملئ قلبه خشية من ربه سبحانه وتعالى، لأنه يعلم عظم ربه ويعلم قدر ربه ويعلم قدرة ربه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استقر قلبه بمعرفة ربه ومعرفة عظمته سبحانه، هو الذي أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن السماوات السبع بالنسبة إلى كرسي الرحمن كحلقة ملقاة في فلاة، أي كحلقة ألقيت في صحراء شاسعة. السماوات السبع إلى الكرسي، والكرسي هو موضع قدم الرحمن جل في علاه، ولا تكيف ولا تمثل ولا تشبه، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. الكرسي الذي هو موضع قدمي الرحمن جل في علاه أكبر من السماوات السبع، بل حجم السماوات إلى حجمه كحجم الحلقة التي ألقيت في فضاء شاسع. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والكرسي إلى عرش الرحمن كحلقة ملقاة في فضاء أو في فلاة، والفلاة هي الصحراء الشاسعة الواسعة. الكرسي هذا الذي قارناه الآن بالسماوات فما ظهرت السماوات إلى جواره، كرسي الرحمن الذي هو موضع قدميه جل جلاله بالنسبة إلى العرش الذي استوى عليه الملك كحلقة ألقيت في فضاء. انظر إلى عظمة الله وإلى جلال الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع بشر أن يجسد لك حجم العرش أبدا، مهما أوتي من علم ومهما أوتي من فصاحة وبلاغة وبيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرب لنا هذه السورة، قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الرحمن، عن ملك من ملائكة الرحمن وهو من حملة العرش. اسمع إلى عظم هذا الملك الذي هو في ملك الرحمن لا يساوي شيئا. اسمع: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الرحمن وهو من حملة العرش. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، تسير على ناقة 700 عام متواصلة حتى تقطع المسافة بين شحمة أذن هذا الملك إلى عاتقه، أي إلى كتفه. إذا كانت هذه المسافة ما بين شحمة الأذن إلى الكتف بهذه العظمة، فكيف بحال هذا الملك؟ فكيف بحال هذا الملك؟ وكيف بحال الملائكة الثمانية الذين يحملون عرش الملك جل جلاله؟ وكيف بعظم الملك سبحانه وتعالى؟ وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. النبي صلى الله عليه وسلم ملئ قلبه خوفا وخشية من ربه سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مطرا أو إذا رأى غيما أو رأى ريحا شديدة تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه أي ظهر الخوف على وجهه. فقالت له عائشة: يا رسول الله، أرى الناس يفرحون عندما يرون الغيم أملا في أن يمطرهم الله جل وعلا بالماء، فما لي أرى وجهك يتغير. قال لها: يا عائشة، ومن الذي يؤمنني من عذاب الله؟ من الذي يؤمنني من عذاب الله؟ النبي يقول ذلك وهو خير خلق الله عند الله. من الذي يؤمنني من عذاب الله؟ يا عائشة،
لقد أهلك الله قوما بالريح، وأهلك الله قوما بالمطر، أهلك الله قوما بالريح والمطر، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم أنزلت عليهم هذه السحب نارا من السماء والعياذ بالله، فأهلكت هؤلاء القوم. يا عائشة، من الذي يؤمنني من عذاب الله؟ بل هو صلى الله عليه وسلم الذي يقول كما في صحيح البخاري: والله الذي لا إله غيره وأنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. من الذي يقول ذلك؟ رسول الله. ولماذا يقول ذلك؟ من شدة خوفه من عذاب الله. فأين نحن من هذا الخوف؟ أين نحن من هذه الخشية؟ أين نحن من هذه الهيبة والرهبة من جلال الله وقدرة الله جل في علاه؟ وقال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، كيف أتمتع، كيف أضحك من أفمي، كيف أنعم. وصاحب القرن قد التقم القرن وأحنى الجبهة وأصغى الأذن ينتظر الإذن من الله في أن ينفخ في الصور. كيف أنعم. النبي صلى الله عليه وسلم مع كل هذه المنزلة، مع كل هذه المكانة، يخاف من الله ويخشى الله ويحذر عقاب الله جل في علاه بهذه الدرجة وبهذه الكيفية. أي والله وأعظم من ذلك، لكن الوقت لا يتسع لأن أسرد لك كل شيء من خشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نبي الله يوسف عليه السلام الذي أخذ كالرقيق عند ملك مصر وعاش في قصر هذا الملك، وما أن بلغ هذا الشاب أشده وكبر سنه إذ بامرأة الوزير تعجب به بل وتفتن بجماله، وإذ بها تعد العدة تزين نفسها وتتصنع له كأحسن ما تتصنع الزوجة لزوجها، ثم تطرد من مكانها ومن قصرها كل الرقباء وكل الخدم، ثم تأخذ يوسف في غرفة من الغرف وتحكم عليها غلق 7 أبواب. ويوسف عليه السلام شاب أعزب ليس له زوجة تكثر شهوته، وهو المسكين الغريب الذي تغرب وتعود على على الشدائد والمحن. تحكم عليه غلق 7 أبواب وتطمئنه أن أحدا لا يعرف شيئا وأن أحدا لا يرانا، وهي تصنعت له أجمل ما تتصنع المرأة لزوجها، ثم جاءت إليه لتدعوه وهو الشاب العزب، ثم جاءت إليه لتدعوه إلى مضاجعتها على فراشها. وإذ بهذا الغلام، وإذ بهذا الشاب المسكين الذي لو عرض على أحد من شبابنا الآن أو على كثير من شبابنا الآن مثل هذا العرض السخي ما تردد طرفة عين، إذ به عليه الصلاة والسلام يتذكر عظم الله في قلبه ويتذكر قدر الله جل في علاه. قالت له هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أي إن الملك إن زوجك أحسن إلي وأكرمني، وأنا لا أحب أن أقابل الإساءة بالإحسان، أن أقابل الإحسان بالإساءة. عفة وعصمة وخشية ومراقبة لله جل في علاه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله 7 يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فمن خاف الله سلم ومن خاف الله نجا.
وما نجا من نجا إلا بالخوف من الله جل في علاه. هذا خوف الملائكة، وهذا خوف الأنبياء، وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يضعهم الله جل جلاله في امتحان شديد واختبار عصيب ليبين هل يخاف صحابة رسوله، هل يخافون ربهم، هل يجلون مالكهم وسيدهم. أنتم تعلمون أن العرب قديما كانوا يعيشون على الصيد، كان معظم طعامهم على الصيد، يذهبون إلى الصحراء هنا وهنالك من أجل أن يصطادوا الحيوانات التي تؤكل لحومها. وهنا بعدما فرض الله جل وعلا الحج على عباده وضع الله جل وعلا الصحابة في هذا الاختبار وقال لهم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الخوف، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فالله جل وعلا بعدما فرض الحج حرم على كل محرم أن يصطاد شيئا في الحرم أو أن يقتل شيئا في الحرم، حرم عليهم ذلك، وهم الذين يعيشون على هذا الصيد ويأكلون منه. يقول المفسرون كان الصيد يأتيهم إلى رواحلهم وإلى أماكن نومهم فلا يستطيعون أن يقتلوها ولا يستطيعون أن يصطادوها أو يصيبوا بها خشية وخوفا من الله جل في علاه. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، هو سهل يسير لا يحتاج إلى قوة في صيده، تناله أيديكم ورماحكم. لماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وبالفعل وفق الله جل في علاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا من أكثر الناس خشية وخوفا من الله، في حين أن بني إسرائيل عرضهم الله جل وعلا لمثل هذا الاختبار تماما فما نجحوا فيه وما أفلحوا. الله جل وعلا أمر بني إسرائيل أو حرم على بني إسرائيل أن يصطادوا السمك والحيتان في يوم السبت، فماذا فعلوا؟ احتالوا على الله. الله جل وعلا قال لهم لا تعدوا في السبت ولا تصطادوا شيئا في يوم السبت. فكان هؤلاء الخبثاء أصحاب المكر والحيل يضعون الشباك يوم الجمعة ويخرجونها مليئة بالحيتان والأسماك في يوم الأحد، ويقولون نحن لا نصطاد في يوم السبت كما أمرنا ربنا. فقال لهم الله جل وعلا كونوا قردة خاسئين، فعذبهم الله جل وعلا بعدما فشلوا في هذا الامتحان والاختبار. ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتح الله عليهم من الخيرات والبركات، ولكنهم كذبوا فأخذهم الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. فالخوف من الله جل وعلا هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. روى البخاري ومسلم وغيرهم أن رجلا كان في من كان قبلنا رجل ما عمل خيرا قط، ما عمل خيرا قط، قال المفسرون والعلماء إلا شهادة التوحيد. فلما حضره الموت جمع أولاده من حوله وقال لهم أي بني أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب كنت لنا. قال لهم فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا أنا مت فحرقوني أو فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فإن الله جل وعلا إذا قدر علي فإنه سيعذبني عذابا شديدا. فأوحى الله جل وعلا إلى البر أن اجمع ما بك، وأوحى الله جل وعلا إلى البحر أن اجمع ما بك، ثم قال له كن، فكان العبد بين يدي ربه. قال له الله جل وعلا أي عبدي ما حملك على أن قلت ما قلت وفعلوا بك ما فعلوا؟ قال له مخافتك يا رب، مخافتك يا رب أي خشيتك يا رب. فغفره الله جل وعلا واكتنفه في رحمته ومغفرته. ما نجا إلا بالخوف من الله جل وعلا، وما هلك من هلك إلا بسبب الجرأة على الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا خشية وخوفا منه. توبوا إلى ربكم واستغفروه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
الحمد لله رب العالمين، أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، ما نجا من نجا إلا بسبب الخوف من الله، وما هلك من هلك إلا بقلة الخوف وكثرة الجرأة على الله جل في علاه. وأنا قلت لك آنفا أن للخوف معاني عديدة، فخوفك ألا يتقبل الله جل وعلا عملك مع أنك الطائع المطيع لله جل في علاه خوف من الله سبحانه. كيف هذا؟ كيف وأنا عبد مطيع لله لا أعصيه طرفة عين؟ كيف لا يتقبل الله جل وعلا هذا العمل؟ الله جل وعلا قال إنما يتقبل الله من المتقين. فهل حققنا التقوى لله جل في علاه حتى يتقبل الله جل وعلا أعمالنا؟ قال سبحانه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة وقلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون. تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ يا رسول الله هؤلاء هم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ثم يعملون هذه الأعمال الصالحة؟ قال لا يا عائشة، لا يا بنت الصديق، وإنما هم الذين يصلون ويزكون ويتصدقون ويخشوا ويخافون ألا يتقبل الله جل وعلا منكم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فلا تغتر بعمل من الأعمال ولا تغتر بكثرة العمل والطاعة لربك، وإنما كن دائم الخوف من ربك، فلا تأمن مكر الله أبدا. فخوفك من عدم قبول عملك عند الله جل وعلا خوف من الله، وهو من معاني الخوف التي ينبغي على المسلم أن يعلمها وأن يعمل بها. خوفك من مكر الله جل في علاه خوف من الله أيضا. قال سبحانه أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. خوفك من مكر الله جل في علاه، وتحدثت عن هذا النوع بالتفصيل في اللقاء الماضي. فالخوف من مكر الله من معاني الخوف من الله. ثم خوفك من سوء الخاتمة، ويا له من خوف، ويا لها من لحظات لا تمتلك غيرها في حياتك. يا لها من لحظات تتمنى فيها الرجعة فما تستطيع وما يستجاب لك، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الخوف من سوء الخاتمة أرق المحبين وأفزع المقربين. الخوف من سوء الخاتمة أن يختم الله جل وعلا لك على خاتمة لا يحبها الله ولا يرضاها. أرق قلوب المحبين العاملين لله جل في علاه، لا قلوب العاصين والمتجرئين على الله. يروي النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يقول فيه صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة، اسمع، فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فمن منا يطمن، من منا يأمن أن يختم له بخاتمة السعادة، ونحن الذين نتردد على الطاعة أحيانا وعلى المعصية أحيانا أخرى؟ كيف تضمن أن لا يقبض الله روحك
وأنت تبارز الله بالمعصية، وأنت تتجرأ على الله، وأنت ترتكب الذنوب والمحرمات والمآثم، ما الذي يضمنك؟ ما الذي يؤمنك؟ وما الذي يضمن لك ألا يختم لك على خاتمة الشقاء والعياذ بالله؟ هذا رجل كان يعمل العمل الصالح طول حياته، ثم إذا حانت لحظات الموت مات على غير الإسلام والعياذ بالله. والحديث الذي ذكرته آنفا كان بسبب هذه القصة. فهذا رجل يحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل بسيفه هذا كثيرا من الكفار والمشركين، حتى أن الصحابة بعدما انتهت الحرب ذهبوا إلى النبي ويقولون ما أجد اليوم مثل ما أجد فلان، يعني ما أصاب اليوم وما أبل اليوم مثل ما أبل فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، سلم يا رب سلم. فذهب إليه رجل ليتفقده وكان يقف إلى جواره في الحرب، يقول فرأيته قد طعن بطعنة ما تحملها، فوضع نصل سيفه على الأرض ووضع طرف سيفه على صدره ثم تحامل على السيف حتى مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس الناس تراه يعمل عملا صالحا، لكن القلب من الداخل جريء على الله. القلب من الداخل لا يخاف من الله ولا يخشاه. فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، أوشك أن يدخل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا رجل آخر يقف عند بابه، وذكر القصة الإمام القرطبي في التذكرة. وتمر امرأة، هذا الكلام قديم، وتمر امرأة وهي تسأل عن حمام كان يسمى بحمام من جاب، وهي تقول أين حمام من جاب؟ وكانت العرب قديما تستنزه أن تأخذ الحمامات في بيوتها، أن تقيم الحمامات في بيوتها، فكانوا يصنعون الحمامات في الأماكن البعيدة أو في الشوارع والطرقات. وهذه امرأة تسأل عن حمام، أين حمام من جاب؟ والرجل واقف أمام داره وهو يقول لها هذا حمام من جاب، تفضلي هذا حمام من جاب ادخلي. فدخلت المرأة وهي تظن أنه الحمام، كان باب بيته يشبه باب الحمام. فلما دخل هذا الخبيث وراءها وأغلق الباب خلفه، فنظرت من حولها فما وجدت الحمام، فأيقنت أن هذا الرجل يريد أن يقع بها وأن يفعل بها الفاحشة، فأرادت أن تحتال عليه حيلة حتى تخرج منه، فأظهرت له أنها تريد منه مثل ما يريد منها، أي أنها تحب ذلك. وقالت له لا يحلو هذا الكلام إلا إذا أحضرت لنا الشراب والطعام. فقال لها سأخرج حالا سريعا لأحضر لك كل ما تشتهينه. وخرج هذا الرجل المسكين سريعا على وجهه ليحضر الطعام والشراب والملذات. فلما عاد من السوق وجد أن المرأة قد خرجت، وعلم أن المرأة كانت تخدعه، فخرج هائما على وجهه وهو يقول يا رب قائلة يوما وقد لغبت أين الطريق إلى حمام من جابي؟ يا رب قائلة يوما وقد لغبت أين الطريق إلى حمام من جابي؟ يردد الكلمات التي كانت تقولها المرأة. فظل هائما على وجهه في الشوارع والطرقات. انظر كيف تفعل الشهوات بأصحابها إذا تمكنت من القلوب. ظل هائما على وجهه حتى حضره الموت، وهم يقولون له يا هذا قل لا إله إلا الله، وهو يقول يا رب قائلة يوما وقد لغبت أين الطريق إلى حمام من جابي؟ وظل يردد هذه الكلمات الخبيثة التي أوبأته التي أوبقته حتى مات على معصية الله والعياذ بالله. من يضمن لك؟ وهذا تاجر أفنى كل حياته في التجارة، أفنى كل حياته في التجارة. عندما حضره الموت كان يقال له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وهو يقول 10 20 30 40. هو في سكرات الموت ولا يزال يعد الأموال والنقود
لماذا؟ لأن قلبك قد تغيب عن الله، تغيب عن خشية الله، تغيب عن طاعة الله جل في علاه. وهذا رجل على النقيض من هؤلاء، كان مواظبا على الآذان، كان مؤذنا لأحد المساجد، فلما حضرته الوفاة استدعى أهله الطبيب حتى يعلموا ما سبب الوفاة. فجاء هذا الطبيب مسرعا ووضع سماعة الأذن في أذنيه، ثم وضع السماعة على صدره، فسمع صوتا عجيبا أذهل هذا الطبيب. ترى ما الذي سمع شيئا عجيبا، ثم خلع السماعة من أذنيه وهو يقول لمن حوله، لأهل هذا الرجل: هل أذن للعصر؟ هم يقولون: لا، لن يؤذن بعد. فظن الرجل شيئا آخر ووضع السماعة في أذنه فسمع نفس الشيء. يا إخوة، هل أذن للعصر؟ لا والله لم يؤذن له بعد. ما الذي حدث يا دكتور؟ قال لهم: عندما وضعت السماعة على صدر هذا الرجل سمعته يقول: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. وظل يكرر ويردد في الآذان وفي كلماته حتى أنهى الآذان كاملا. ثم قال لهم: بالله عليكم أخبروني ماذا كان يفعل هذا الرجل؟ قالوا له: إنه كان مؤذنا لأحد المساجد، كان حريصا على الآذان في أحد المساجد. ثم إنه كان من عمله أنه لا يقوم من الصلاة حتى يختم أذكارها، أي حتى ينهي ويتم أذكار الصلاة. بهذا ختم لهذا وبهذا ختم لهؤلاء. ترى أيها الحبيب بماذا سيختم لك؟ إلى أي مصير ستؤول؟ إلى الجنة أم إلى النار؟ سيختم لك بخاتمة السعادة أم بخاتمة الشقاء والعياذ بالله؟ كان مالك بن دينار رحمه الله يقول: يا رب، قد علمت ساكن الجنة وساكن النار، فأين منزل مالك بن دينار؟ لا يعلم أين منزله وعلى أي شيء يختم له وعلى أي شيء يتوفاه الله جل في علاه. أيها الحبيب، العبرة بالأعمال، والخواتيم كما يقول العلماء ميراث السوابق. فإن كان سابقك في الدنيا خيرا فاعلم أن الله جل وعلا بفضله ورحمته سيتغمدك في هذا الفضل والرحمة. أما إن كانت سوابقك والعياذ بالله شرا ولا زلت مصرا عليها فاعلم أن مصيرك إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل في علاه أن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن يردنا إلى دينه وسنة نبيه ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا شهادة عند الموت، اللهم ارزقنا شهادة عند الموت. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حجة مبرورة قبل الموت، وشهادة صادقة عند الموت، وجنة وراحة ونعيما وملكا كريما بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا. اللهم احقن دماء المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في غزة وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفي مصر وفي كل العالم الإسلامي يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في أوطاننا يا أكرم الأكرمين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم احفظ بلادنا من مكر الماكرين ومن حقد الحاقدين ومن كيد الكائدين. اللهم رد كيد الكائدين إلى نحورهم يا قوي يا متين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا وأصلح حال أمتنا وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقيم الصلاة.